بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وارفع البلاء عنا. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه، واحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه. اللهم رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين سالما غانما مولانا رب العالمين، وارزقنا جميعا الصلاة فيه مولانا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. ندعوك يا رب الفلق، افتح بفضلك من غلق، واغفر ذنوبا لم تزل تفضي إلينا بالأرق. إن الحبيب محمدا بدر تجلى في الأفق، أخلاقه تاج العلا وصفاته نبع الألق. هو للقلوب طبيبها، هو للسعادة منطلق، هو للسقام شفاؤها، وهو النجاة من القلق. إن البيان لسانه، إن الفصاحة ما نطق. صلوا عليه وسلموا والله يجزي من صدق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة اليوم وقفت عند حدث ومعظمنا وقف عنده وافتخر به، فحينما يتكلم الكل عن نجاح عملية على يد طبيب مصري من أساتذة جامعة الأزهر، ما لفت نظري نفتخر بهذا النجاح، لكن هناك روح النجاح، هناك التفاؤل، هناك الأمل، هناك الحب. فقلت ما أحوجنا أن نركز على هذه الروح، أن تطبق روح العبادة، أن تطبق روح الشعائر، أن يكون الأستاذ الجامعي والمدرس والطبيب والمعلم والداعي والأب والأم والمدير والوزير والرئيس وكل في مجاله أن يعطي الأمل، وأن يعطي التفاؤل، وأن يعطي الحب. ومن الممكن أن تعطي كلمة طيبة أو نظرة جميلة أو ابتسامة جميلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكم من كلمة تميت، وكم من كلمة تحيي، وكم من كلمة ترفع، وكم من كلمة تخفض. فجميل، وكما قلت، أن تزرع أملا وتنزع أملا. فصاحب العملية ووالد الفتاة يقول: ذهبنا إلى أطباء كثر، لكن الكل كان يقول مستحيل. هذا الطبيب ومثله كثر يعطون الأمل، ويقول: هذا ما وصل إليه علمي. فنحتاج إلى هذا التواضع وإلى هذه الروح الجميلة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتى رجل أعرابي وسمع تسبيح النبي ودعاء النبي، وسمع تسبيح سيدنا معاذ، وسمع تسبيح ودعاء سيدنا معاذ رضي الله عنه، فقال الرجل الأعرابي بفطرته وسليقته: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ.
انظر الرجل بفطرته وبطبيعته وبسليقته يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا لا أحسن هذا الكلام، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن أعطاه التفاؤل والأمل والحب، فقال له: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمل. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به. لم يكن له صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكن قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. والأذى هناك أذى حسي وهناك أذى معنوي، والأذى المعنوي قد يكون أشد وأصعب من الأذى الحسي. فمن الممكن أن تسمع كلمة فتحزن من أجل سماع هذه الكلمة فيحدث لك والعياذ بالله مرض كذا وكذا وكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. والله تبارك وتعالى أعطى الأمل لمن أسرفوا في الذنوب، فلم يكن لهم بأنكم خرجتم عن الملة أو بأنكم كفرتم أو بأنكم كذا وكذا، ومع ذلك قال لهم مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يخاطب طفلا صغيرا كان يلعب بعصفور صغير، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو مع علو شأنه ومقامه ومقامه ومكانته وقدره ورفعته، فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير، حينما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الطائر الذي يلعب به هذا الطفل الصغير قد مات، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعزيه ويعطيه أملا ويعطيه حبا ويعطيه روحا جميلة. قال: يا أبا عمير ما فعل النغير. نريد أن تسود هذه الروح الطيبة. فهذا الطبيب قبل أن يدخل غرفة العمليات الكل لاحظ هذه الروح التي كانت بينه وبين هذه الفتاة من ود واحترام وحب، وهذه الروح التي كانت بينه وبين والد هذه الفتاة. لا نحتاج إلى من يصعب علينا الأمور حينما تدخل لطبيب أو البعض منهم فيصعب عليك الأمور ويتكلم معك وكأنه من عالم آخر، وهذا الداعي الذي يسود الدنيا في وجوه الناس. وإذا ما فعل الإنسان ذنبا فإنه يجعله كأنه قد ارتكب أكبر الكبائر وسيدخل النار. لا، نريد الروح الجميلة. الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى راهب فقال له: لا يوجد لك توبة، فأكمل به 100، ثم دلوه على عابد آخر فقال: وما يحول بينك وبين التوبة؟ هذه الروح وهذا التفاؤل وهذا الأمل وهذا الحب هو ما نريد أن نزرعه في قلوب الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أحيا الأمل في قلوب البائسين، هو الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علم المتعلمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. ونلتقي مع حلقة قادمة إن شاء الله.